شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا مليون خير بدكم تشوفوني بهذا الفيديو. طبعا اول شيء حابه اقول لكم اياه رمضان كريم. اليوم رجعت لكم اول يوم، هذا اول فيديو حيكون بشهر رمضان، واليوم ما حكون واحد اليوم وياي. مرحبا كيفكم؟ هاي شو اخباركم؟ قناة شو اسمها قناتك؟ قمر طائي. اسمك؟ قمر طائي. مش ذا لايف ستايل ذا فاشن ذا موضة. لا قمر طائي. شو اخباركم؟ يا جماعه هذا اول طبعا ظهور الضحى بقناتي يا خيتي وبرمضان حابين نقول لكم وفي رمضان كريم. وفي مطبخي، شو يعني عم تذلين على المطبخ؟ يعني مطبخي خرجوا منه اساطير يا يعني. جماعه لازم تشوفون حاليا احنا بالمطبخ، أكيد. فاتوقع واضح عندكم شنو راح نسوي. المطبخ طبعا بما اني انا عايشه في الاردن وتعلمت الطبخ الاردني كثير وصرت من احسن طبيخه ضحى الطباخين، قررت اني بعلم قمر كيف تعمل المنسف. اوكي حبيبتي، اول شيء قبل ما تيجي انت، هذه اشياء يعملوها الناس الاذكياء، حطيت اللحم في الماء. لا قلت لك عليه. لا حبيبتي يا انا جماعه اليوم راح نسوي فطور رمضاني، اوكي؟ والشيء الاكله بما انه احنا الاثنين في احنا بالاردن، ما عنده لا هي اردنيه ولا انا اردنيه، فتاه تونسيه وفتاه عراقيه، قررنا نسوق اردني المنسف. فوصينا اغراض المنسف من السوبر ماركت وجتنا، واول خطوه سويناها انه احنا اذكياء حطينا لحمه على النار. حطيتيها ولا لا؟ حطيت حطينا لحمه على النار. يو جبنا هذا اللي لونه اصفر، اللي هو اسمه يعني اصفر اسمه اصفر. وثاني شيء هذا الجميد. هذا الجميد اللي هو يكون عباره عن كره الجميد المتجمد. اوكي. اوكي. جبنا هذا بهارات، اسمه بهارات. طب اي نوع من البهارات حبيبتي يا شيف ضحى؟ هذا كركم. متأكدة؟ غير موضوع عادي، اكتبوا اسمه في التعليقات ما بعرف. ايوه اوكي. والرز نعرفه الحمد لله. اكيد يعني الرز والملح والخبز. ليش الخبز؟ الخبز هات لك شوف الخبره. الخبز رح تحطيه بالصحن، بعدين حتحطي فوق الرز، بعدين الجميد. ليه غلط؟ بلا ليه تغطي به بعدين؟ ايه ويكون تحت كمان. حطينا اللحمه على النار، لازم تستوي، بس تستوي على النص رح نحط فوقها الجميد، بس هنا عندنا فكره لازم نسوي الجميد. والله حاسه رح يجي طيب كثير. هيك حاسه؟ من لون اللحم انا مش حاسه هيك. اوكي يا جماعه، بعد ما سوينا بحوثات انا وضحى، وين ضحى؟ هي ضحى. اكتشفنا انه الجميد هذا اللي احنا جايبيه لازم يتذوب. اول شيء حنقطعه الى قطع صغيره، بعدين رح نذوبه. اوكي جايز، لوكيشن جديد. هسه ضحى الشيف حبيبتي شوفي تقصيه تروف. احنا بالتونسي يقولوا تروف يعني تروف يعني قطع. وبما انه هذا حسب خبرتي جديد يعني مش هذا، فتحطيه 20 دقيقه شوي في المي. خبرتها اللي شفناها في اليوتيوب تبع المصريه اللي بتقول حطوا الميه السخنه على الجميد. هلا بنزيد المي السخنه. اوكي. لازم نسخن مي. اكيد لازم نسخن مي عشان تكون مي سخنه. اوكي يا جماعه، نحطوا شويه لتر مي ونحطه يسخن لحراره 30 درجه. نعم. ريحه اللحم، ما هو لحم كيف حيطلع ريحه؟ خلينا نشوف طيب اللحم. اللحم ما ينحط هيك، كيف ينحط؟ لازم يتفوح. شو يتفوح؟ يعني لازم نحط له بهارات، ما ينحطش هيك اللحم. طيب انت اللي حطيتي على طيب انت قلتي لي حطيه بهارات. اصبري خليها اطلع. شو انت قلتي لي حطيه قبل ما تيجي؟ مشان يستوي. طيب شو البهارات اللي راح نحطها؟ 4 حبات هيل. بتعرف شو الهيل؟ لا. ملعقه صغيره من الكركم. يلا عندنا الكركم. وين الكركم؟ هاي الكركم، هذا كركم. ملعقه صغيره من الملح. قلت لك البهارات اللي جايبت. بقدونس مفروم. بقدونس يعني جاي مقدم مع معدنوس. هذول مفوخ بيهم اللحم. يا بنتي تأكدي يا بنتي. واو. انا كان يسووني بزماناتي قمر العالم والله، تنافس منال العالم. يعني لو غلط اللي تسوي فيه الكركم مش هلا. شوية ملح. لا رح يجي مالح. الجميد اصله مالح الجميد. يا جماعه احنا بدنا نسوي لكم مقالب. هاي المقادير صحيحه. لونه ما بيشهي يا جماعه. ليه والله ليه؟ شو هذي كركم؟ وين مكتوب؟ طيب وذيلا شو هذا اللي اشتريته؟ هاد؟ طيب نحط منه عادي. طيب حط. هي لما وصلت اغراض المنسف طلع وياها مو هذا الشيء، ما نعرف. هذا قال لي اساسي، هو هذا اساسي. قال لي اساسي في المنسف. شفتي محلاه لونه؟ بس ان شاء الله هذا الفيديو ينزل، ما نتسمى مو ينزل. لا بالغلط في الكركم. ما عندي احساس مع الكركم يعني. اول حاجه حتعملوها هتاخدوا الميه. ايوه حبيبتي. تاخدوا الجميد وهتتعبوا. عرفت. بس المي مش سخنه بما فيه الكفايه.
لازم تكون اسخن من هيك. نجي هون نغطي اللحمه جماعه، لازم تغطوها، والمغرفه هذيك لازم تحطوها بين وبين حتى يخرج شويه البخار من هون، البخار من هون يشيل السموم. جايز انا كل الوقت عبالي ضحى نقعة التمن، طلعت ما نقع الرز. شو يعني احط اللحم، احط الرز، احط الجميل؟ انا عم بعمل الزبيط، شوف ايدي. يعني المنسف اكيد واحد يطبخه لازم يطبخه قبل 4 ايام، كل شيء ينحط قبل ساعه. حرفيا. هذا الرز طيب حطيناه في المي نغسلوه. انا اعصابي تعبت وما كان يخلص، نفسيتي تعبت، صار معي اكتئاب وهذا ما خلص. صراحه جماعه، تحيه نساء الاردن، هي الاكله فيها تعب كثير وفيها مجهود كثير وفيها صبر كثير. فانا من منبري هون بمناسبه رمضان، رمضان كريم عليكم وان شاء الله الله يسهل. والله رح يتعبوا كثير في الطبخ النساء. امي من ضمنهم، امي بتعمل مسف. الله يعينكم جماعه. حبيت افرجيكم مطبخي، هذا مطبخي. هذه شو تسوي البنت هذه؟ جبتها يعني تطبخ عندي. مين ما صار لي 3 ساعات اقسم بالله ايدي منها طلعت. طيب مين قال لك خلص صفيه؟ يعني غلط اللي تسوي فيه، والله غلط اللي تسوي فيه، خلص. الست المصريه قالت لي كده. ليه ما مش حبيبتي مش كده؟ الست المصريه لا حبيبتي مش كده، صفي، هي الصفيه عندك صفي خلص. ما تعيط علي. فكريني حماتك يلا عاد. تعيط علي. هسه لازم نصفي هذا الجميد، حناخذ المصفايه وهذا الجميد. وي كانه ناقص مي صح؟ لكن وين عم ينزل؟ بصور المي عم ينزل. وين الجميد؟ طيب احنا لحظه فهميني شيء، احنا شو بدنا اللي ينزل ولا المي الجميد هذاك اللي رح نطبخ بيه؟ ايه اللي حينزل بس. لا ما بتصور. صور يا حبيبتي هيك قالت المصرية. لا مستحيل. المصرية شو المصرية بنتي؟ خلينا نشوف اللحم شو اخباره. ولا اخبار. فضحتك ضحى. نعم. عم تحكي مع حماتها وتعطيها شلون تسوي. اي حطي هذا اللي بالمصفاية، حطيه فيه، حطي عليه مي وخبطيه على الخلاط. هذا؟ طيب جماعة بعد ما استعانت بحماتها. لا كله يعني بخبرتي. هذا لازم نحطوه في الخلاط لانه حرام يرنا ما فعلا، بنحطوه في الخلاط بالمي. وبحسب خبرتي اني لازم نحط هسه ماجي فوق اللحم. طبعا ضفت الفلفل الاسود قبل لا اصور، هسه رح احط ماجي، هسه رح اخلطها شويه. يا جماعه انا اسفه، يعني اتمنى تخطون انه هذا اول فيديو تشوفوه باول يوم رمضان، هاي الفوضى تصير، بس انه صدقوني بالاخير حيطلع منسف خرافي. صفينا التمن او الرز من المي، رح نحط فوقها شويه كركم. انا رح احط الجميد هذا الجميد هذا على الخلاط حتى يصير كثير عنا جميد، لانه احنا عازمين كثير ناس، عازمين ميكس، فلازم ما يضحك علينا ويقول انتم بنات ما بتعرفوا تطبخوا. اكيد. طيب هذا شو نعمل بيه يا جماعه؟ هذا الجميد. يلا جماعه احنا وصلنا لمرحله فوق اللحمه. الله يستر. بسم الله بسم الله بسم الله. لا تغرقي. برتقالي كثير حطيتي كركم. لا والله لا هيك لونه والله. صدقيني كثير حطيتي كركم. والله هيك لونه والله. طب اسمعي جيبي هذا الشيء الغريب تعالي حطي. لا ما بتصور، لا بتصور مع الرز ذاك. اوكي جايز رجعنا لكم بعد تقريبا صار نص ساعة او ساعة. تشوفون صارت الدنيا ليل، حتى جبنا اضاءة وكل شيء لانه صارت الدنيا ليل. كيف الوضع ضحى؟ الوضع ما بيخبر، ما يبشر بالخير ابدا. شو صار؟ احكي لهم. صراحة جماعة بعرف ان انتم رح تنصدموا اول ما شاهدتوا الفيديو، ففي اغلاط سويناها ونسينا نحط زيت بالرز. والزيت في الرز حطينا بدون مي. الجميد ناقص شو هذاك اسمه؟ ناقص لبن. سنينة ما ادري شو. ذقنا الطعم يعني شبه كل شيء الا الماء. بيشبه كل شيء الا الجميد. فاحنا ما زلنا رح نكمل ورح نواصل ورح نستمر، رح نحارب لاخر لحظه. ما زال الجميد على النار مع اللحم. ايوه اكتشفنا نقطه انه انتم اكيد رح تضحكوا علينا، انه لازم بين اللحم والجميد صب. هي ذكيه متسرعه فجاه صبت، لكن لازم تصفي بين اللحم وتصير فصبت معه فعادي. اوكي جايز طبعا اخذنا استراحه محارب تقريبا، صار نص ساعه او حيصير ساعه مستريحين. كان يبدا ينطبخ اللحم والرز، ما حد ولا واحد فيهم طبخ لا الرز لا اللحم. ضلنا ساعه ننتظر واخر ولا شيء طبخ. فجماعه فقررنا نسوي سموه ستير المسف صح؟ بالله عليكم لا تنصدموا، لا تكسرونا بخاطرنا. رز عادي حلو.
حلو جدا. احنا اخذنا صدر صغير او صينيه صغيره لانه احنا بنسوي منسف قليل مو هواي، مع انه الرز ياكل 5 عوائل. يما كيكه يا جماعه، شباب ما جاي استوعبوني. هذا مش انا، انت هذا سويتيها. انت لما قلتي لي راح احط الزيت. بالله مش يبشر بالخير، هذا بيبشر يا جماعه. هذا ريحه يعني جميد. هذا المنظر منسف، لكن طيب شو راح نسوي؟ راح ناخذ هيك. لا سوي هيك. شفتي الذكاء؟ ذكاء فيك. اوه مبين الرز مش لا بجنن. واو لا اسمعوا، بلش يصير منظره مقبول. افتحي لي الزيت بدون زيت شوي، لازم شوي بس. افتحي لي اياه. انا بحط شوي لسه ما حطيت شيء. شوي ليه ما حطيت شيء. جايز ندقت الباب وانا عبالي اجا ميكس وهربنا. شوفوا شو طلع. يعني شو مفكره يعني انت هذاك منسف؟ يا جماعه طلبت منسف لانه طول اليوم. الله عارف انه طول اليوم. اسمع يشبه اللي احنا عملناه. والله بيشبه اصلا. تبعنا احلى. والله تبعنا احلى. اسمع انا هذا خليه لنا وخلي اللي احنا عملناه ياكلوا ميكس. لكن اللحمه واللي احنا عملناه شوفي قد ايه لينه. هاي لحمه واللي احنا سويناها لحمه. يا جماعه ميكس كان بدي احكيها بالتليفون، ميكس اجى فبسرعه خلينا نحط اللوز. حطي هكا. اجى وصل واحنا عم خلصنا المنسف. رح نعطيه هذا ولا اللي طلبناه؟ والله مش عارفه. غطي مش هيك غطيتي الطاوله انت كلها ضحى. يا جماعه اجى ميكس. هلا كيف حالكم؟ هاي شو اخبارك؟ نورت الاردن. شكرا. شوف هذا شغل ايدينا. مين عامل منسف؟ والله طول اليوم وياها. احنا نطبخ بالمنسف. امان الله. ثواني ابعد عني. شو منسف. شو هذا الرز؟ مش حلو؟ والله تعبنا منه. ثواني. انت عملت المنسف. اي هذا لبن؟ انت مشربيته لبن؟ ايه شربناه مشان انت تجي يكون جاهز. هذا لبن ولا منسف؟ طلع صراحه يعني انا ما بجاملش. ميكس انت. ثواني. طيب بزيدك لبن. هو عم يحكي لك مشرب لبن. تعالي وقفي جنبه. انتوا شربتوه ميكس لبن؟ هذا من الصبح شربناه هاي. مش قلت لك ما بتشربيه؟ احنا انت مشان ما شربتيه؟ تعبك. ايه مشان ما تعبك قلت حط جميل. طيب شو ما فهمت شو اذوقه غلط. يعني؟ تعالي دوق، بيني. اعطينا رايك. اعطينا رايك يلا دوق. يلا خلاص. يلا دوق. والله ليه والله اقسم بالله شكله حلو. طب خذ اللبن عملته جميل ولا مش عملته جميل؟ بسمع والله بسمع بطبخ. يلا رايك. ذاكرة. انت بخير؟ طب ميكس اصالحك بشي؟ عادي اصالحك؟ عم نعمل فيك مقلب. هذا مو اللي احنا عملناه على الطاوله هونيك. اسالك بالله. اجيب لك اياه يلا نعملها؟ جدي يلا. هذيل. بس طلعت في شجرة بالصدر. معناته هذا اذا المنسف الاصلي بتاكل بايدي. لانه المنسف نحن بناكله بايدنا. هيك كمان الاردنيين. شو رايك من شو رأيك 10؟ فينا؟ والله ما جاء. جد؟ والله العظيم انه طيب. طب ايوه اطيب هذا ولا الاول؟ لا هذا طبعا. اكيد مش هذا. هذاك كان تصب وصبت يلا تعمل اشياء مش فاهم. ليه مش احنا قلت لك ليه تبع الاول مو احنا عملناه. الاول مش نحن عملنا. هذا اللي احنا عملناه. هذا اللي تعبنا فيه طول اليوم. امانه. صحيح ما تخبيش علي. هذا هو اللي تعبنا فيه. رح تشوف الفيديو، اخر الفيديو رح تعرف. خلاص مش الفيديو حينزل حتشوف الفيديو كيف طبخنا. والله كفو عليك والله. يلا. يعني والله شايف ست بيت والله. توا يعني اصلا هي حكيت لي انه صراحه على طبقه هذا ديامون. خاتم ديامون. خاتم ديامون اصلا. ميكس هي حكيت لي اصلا ان هي كل اسبوع بتعمل لك مسف 3 مرات. هي؟ ايه حط مسدس على رقبتي. عجبك؟ هذا ده تقييمك من 10 للمسف. 10 على 10. خلاص. اليوم بالعشرة. نجحنا. ضحى. حلو. في الفيديو هذا لازم يوصل 700,000 لايك. على مود تجي تركيا ونطبخ دولمة. والله اذا يوصل 700,000 لايك
بيجي لتركيا وبنطبخ دولمة. خلص تمام. هلا بنوصل دولة ندوق احنا كمان. ندوق المنسف نتذوق. لا مش هذاك هذا. ما احنا طبخناه وصلناه المطعم. امانه يعني المطاعم صراحة ما بيعرفوا يطبخوا منسف، ليش يطبخوا والله المنسف نسوان هيك؟ معدلات والله. ليش ما يتعلموا منا؟ صح والله صراحه نسوان هذا معدلات. المنسف الصح. بدك صراحه يعني بينك وبين منسف امي ما في فرق. يعني يعني في شخص يحط البقدونس هيك يعني شو ما اسمه؟ فهمتش انا البقدونس هذا. شو اسمه؟ المطاعم اللي يعني كيف يعطي شجرة؟ حط شجرة. شو واضح. هذا هلا اكلت الثاني. هذا الثاني. شو؟ الاول وصلناه والله المطعم. من الصبح. الاول وصلناه المطعم. اكلت منسف انت؟ عجبك؟ والله عجبني. خلص صح خلص. خلص مش مرتاح مش يلا. هذا ليه جبته من المطعم اصلا؟ الراجل حرمنا عليهم. كيف هو احنا جبناه المطعم بس حبينا نحطه والله سلمديتش والله. وليه وانا كنت عم بطبخ. والله طبختيني. انا وياها طبخناه اقسم بالله. هو الفيديو اصلا عندي. والله انك كفو والله. شايفه هذا هذا ترى ليش تخوثي؟ ما عملتي هذا ولا ما عملتي هذا؟ بتخوف. شو هذا مالك يا زلمه. شو هذا يا زلمه؟ شو هذا يا زلمه. شو هذا؟ بسقع وجهك هسه. استنى تتخوف علي؟ يا بنت الناس صحيني. شجعنا عاد. شو ما بشجعك الا لما تصحيني. والله شجعنا. صحيح. المنسف الاول احنا طبخناه والمنسف الثاني كمان احنا طبخناه. المنسف الاول اكيد ضحى طبخته. مزبوط. يا مجدينا يا لا المنسف الاول انا طبخته والثاني ضحى طبخته. الله معدله. رن عمي. رن عمي راح اقيم لك اياه عند امي. مشكلتي انا امك كلمتها واعطتنا. امك شوي بتسب علينا لما شافت شو عم نعملها. اوكي يا جماعه فهنا نكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. شو كان رايك تجربه اليوم ضحى؟ كانت تجربة كثير حلوة والله. شكرا على حسن المتابعة والاستمتاع. نتلقى المقابل والله شو رايك كنت كنت اول مره تطبخي منسف؟ هاي اول مره؟ هي أول مرة وكانت تجربة حلوة وإن شاء الله المرة الجاية المنسف رح يكون أحسن. ان شاء الله المره الجايه ما نعمل منسف إن شاء الله ما عاد نعمل. بس شو رايك تقرب؟ شو رايك انت بالمنسف؟ هو لا زاكي والله. خاطر بدي اعمل والله. والله شكرا خلص والله. هدية. الله يعطيك العافية. خلص لما ترجع تشاهد الفيديو وقتها. خلص. فهاي اول مره طبعا نطبخ واخر مره ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو وصل فيديوهات 700,000 لايك نفس ما قال ضحى. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وحطوا لايك. وقناه ضحى تكون طبعا تحت بالدسكربشن. ومره ثانيه حابه نقول لكم رمضان كريم. وبس. الحين وصلنا هذا الفيديو. لا تنسوا لايك سبسكرايب. بحبكم كل شوي. شايف لكم قمر الضحى. باي.